يا جماعة الخير، هو في ايه؟ ال 12 يوم اللي فاتوا بين ايران واسرائيل دول كانوا فيلم هندي ولا ايه؟ صواريخ طالعة، صواريخ نازلة، تصريحات نار، وترامب بيحتفل وكأنه كسب دوري الأبطال. بس فجأة الدنيا سكتت والكل بقى بيقول كلام مختلف. طيب مين كسب ومين خسر؟ تعال بينا نفصص الموضوع ده حتة حتة. الموضوع كبر لما أمريكا وإسرائيل خبطوا في المفاعلات النووية الإيرانية زي فوردو وناتنز وأصفهان. ترامب طلع يتكلم وقال لك انتصار كبير وإنهم دمروا المواقع بالكامل، وقال إن البرنامج النووي الإيراني هيتعطل سنين كتير، والناتو بيشكر فيه وبيقول عليه الأب الروحي للأزمة. بس اسمع بقى، ورا الستارة في حاجات تانية خالص. تقارير من CNN ومسؤولين استخبارات أمريكان قالوا إيه الكلام الكبير ده؟ البرنامج اتعطل كام شهر بس، مش سنين ولا حاجة. وده خلى البنتاجون نفسه يتلخبط ونافه بدون أي دليل حقيقي. ندخل بقى في تفاصيل المواقع. فوردو قال لك أكتر موقع عليه تجسس في الكوكب. القنابل اللي اتضربت عليه GBU 57 اللي أمريكا عندها 20 بس ما وصلتش للمفاعل تحت الأرض. المفاعل موجود على عمق 90 متر والقنابل ما جابتوش، يعني يا دوب خد شوية خدوش بس يشتغل تاني بكرة. ناتنز نفس القصة، الضربة ما عملتش اللي كانوا بيحلموا بيه. التقارير بتقول إن الضرر بسيط والمفاعل هيرجع يشتغل بعد شوية تصليحات. يعني الضربة النووية اللي كانوا بيحتفلوا بيها مش قادرة توقف برنامجهم حتى شهور. أما أصفهان دي المفاجأة بقى، الجزء اللي فوق الأرض اتضرب، لكن الجزء اللي جوه الجبل على عمق 200 متر محدش قرب له. أمريكا أصلا رفضت تضربه عشان عارفة إنه محصن جدا ومفيش أمل توصله. يعني المنشأة الأساسية فضلت سليمة تماما. وكمان التقارير بتقول في منشأة رابعة تحت الأرض سرية جدا، ولا أمريكا ولا إسرائيل كانوا عارفين مكانها، والمنشأة دي ممكن تخص باليورانيوم لوحدها. يعني يدوب عرفوا نص الصورة. وإيران قبل الضربة كانت أصلا عندها 400-500 كيلو يورانيوم مخصب بنسبة 60%. يعني لو عايزين يصنعوا قنبلة يقدروا يعملوها في أسابيع قليلة لو عندهم أجهزة حديثة، أو شهور لو الأدوات عندهم قديمة. بس تعال بقى السؤال الكبير، هل الحرب دي كانت حقيقة ولا فيلم هندي متفق عليه؟ تحليلات كتيرة خاصة من الإعلام العربي قالت اللي حصل كان تمثيلية كبيرة. إيران كانت بتبلغ قطر والعراق قبل ما تضرب واديهم الإحداثيات والميعاد، وقطر قفلت مجالها الجوي قبل الضربة، والدفاعات الجوية وقعت 18 من 19 صاروخ. يعني الضربات الإيرانية كانت أكتر للدعاية عشان يحفظوا شكلهم قدام العالم. حتى ترامب شكر إيران إنهم ضربوا من غير ما يقتلوا جنود أمريكان. يعني اتفقوا يخلصوا الحرب بتمثيلية ويطمنوا إسرائيل إن البرنامج النووي الإيراني اتضرب، بس في الحقيقة لأ. والمفاجأة، الصواريخ الإيرانية كانت فعالة جدا. لأول مرة استخدموا صاروخ خيبر اللي الدفاعات الإسرائيلية ما قدرتش تصده. الصاروخ عنده قدرة مناورة 15 جي وبيشيل أكتر من رأس حربي. يعني ضرب مطار بن جوريون وقواعد في الشمال والجنوب، لدرجة إن نواب في الكنيسة هربوا من الخوف. فإيران أثبتت إن برنامجها الصاروخي مش هزار ولا دعاية، لا ده فعلا قادر يوصل لهدفه ويعبر الدفاعات الإسرائيلية اللي دايما بيتكلموا عنها على إنها مفيش زيها. طيب مين اللي كسب ومين اللي خسر؟ إسرائيل ما قدرتش تحقق الهدف الأساسي وهو تفكيك النظام الإيراني، ما قدرتش توقف البرنامج النووي بالكامل، والدفاعات بتاعتها بان فيها عيوب كبيرة، صواريخ بتعدي وناس بتهرب، وكمان خسروا اقتصاديا حوالي 12 مليار دولار في 12 يوم بس. إيران صمدت، البرنامج النووي بتاعها لسه شغال. يعني لو هنتكلم بصراحة، إيران خرجت من الحرب دي وهي أقوى، مش لأنها هزمت إسرائيل لكن لأنها ما خسرتش، وده في الحروب انتصار سلبي كبير جدا. وكأنك كنت هتقع بس وقفت على رجلك والناس سقفت لك. واللي جاي احتمال يكون أخطر، لأن اليورانيوم لسه موجود والمفاعلات شغالة والدوافع للحرب لسه زي ما هي. وعلشان كده زي ما بيقولوا الفرجة ببلاش، بس اللي جاي أغلى كتير. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين
حد